السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة ودايما ان شاء الله بخير. النهاردة هنكلمكم بالتفصيل عن الفرق بين السوست المتصلة والسوست المنفصلة. قبل ما نبدأ مع حضراتكم فادي مجدي كراوية من توكيل مراتب يانسن بدمياط. اسم المكان مجدي كراوية وولده فادي. طبعا وكلاء يانسن وانجلندر فروعنا 3 في دمياط. تشرفونا طبعا البيع بسعر المصنع مباشرة، ضمان المصنع المعتمد 10 أعوام، ومنتج المصنع الأصلي بفاتورة معتمدة بسجل تجاري بكود رقمي للفاتورة. لو حضرتك عايز تشتري وانت مطمن ما تفكرش، تبقى متأكد انك بتشتري بمصداقية عالية، الحمد لله والشكر لله، من مكان مضمون يمثل المصنع مصنع يانسن وانجلندر في كل شيء. تحت امركم، تشرفونا ان شاء الله في فروعنا، ومتاح شحن كل الفروع. التسليم فوري في معظم الاحيان، الا لو كان في مقاسات خاصة او حاجة المخزون منها خلص فبنطلبها لحضرتك، والتسليم خلال 10 ايام او 15 يوم من تاريخ الحجز. نرجع لموضوعنا وهو السوست المتصلة والمنفصلة. ايه هما السوست المتصلة والمنفصلة، وامتى استخدم دي وامتى استخدم دي، وهل في حاجة افضل من حاجة، وامتى ابعد عن كل نوع منهم. اولا هنبدأ بالنوع الاقل سعرا، مش الاقل جودة لكن الاقل سعرا، وهي السوست المتصلة. السوست المتصلة طبعا هي اول سوست اشتغلنا فيها، ما كانش لسه السوست المنفصلة اشتغلنا فيها، او التكنولوجيا المتبعة فيها لسه لم تكن تستخدم بعد. السوست المتصلة طبعا هي من اسمها متصلة في كل شيء، كالكيان الواحد، كأنك راكب في مركب واحدة، كل سوستة مرتبطة ببعضها. شكلها سوستة كبيرة جنبها سوستة كبيرة، رابطهم مجموعة من السوست الصغيرة، وفي الآخر رابطهم شاسيه حديد. طيب، السوست المتصلة بيربطها سوست صغيرة بينها وبين بعضها، طبعا منعا ان هي تتحرك جامد، وفي نفس الوقت تبقى متماسكة. وطبعا حاجة مهمة جدا، تمنع الاحتكاك بين السوستة الكبيرة والسوستة الكبيرة، لان السوستة الكبيرة لو هي متصلة ببعضها كده تبقى متداخلة في بعضها، وبالتالي اولا مش هينفع تتحرك تحرك سليم، وفي نفس الوقت هتبقى في احتكاك ممكن يكسروا بعض. وبالتالي بنجيب سوسته كبيره وسوسته كبيره وتربطها مجموعه من السوست الصغيره بينها وبين بعضها، وتربطها وتمسكها كويس قوي، وفي الاخر بيمسكها شاسيه حديد ماسكه كلها في بعضها. مرتبه طبعا متينه جدا جدا جدا. دايما بناخد السوسته المتصله امتى؟ دائما في معظم الاحيان بناخدها للسرير الصغير، السرير الصغير اللي بينام عليه شخص واحد سواء كان كبير او صغير، فدي طبعا بتبقى انسب ليه. طيب لو انا جبتها للسرير الكبير في مشكله؟ مفيش ادنى مشكله، المرتبه تعيش معانا العمر، بل بالعكس في ناس كتيره. احنا كده كده ما كناش بنبيع حاجه اسمها سوست منفصله، كانت السوست المتصله هي الوحيده المتاحه، وبالتالي سرير كبير او صغير كنا بنرشح او بنبيع السوست المتصله. طيب، ايه اللي خلى السوست المنفصله تطلع؟ السبب الرئيسي ليها هي الاهتزازات اللي بتصدر من السوست المتصله، او الحركات الجانبيه للشخص اللي نايم جنبك، دايما هتحس بيها. طبعا مش هتتحرك من مكانك، لكن دايما الشعور هيبقى موجود انك في حاجه بتتحرك، او في حاجه وزن زاد على الجزء الجانبي اللي جنبك. الرياكشن بتاع السيست او رد الفعل بتاع السيست اكيد هيسمع شويه مع حضرتك، او هتحس بيه في الظهر، لكن مش هتتحرك من مكانك، لكن في دايما شعور. وبالتالي هنا بدات تطلع نوع او تكنولوجيا جديده متبعه، وهي السيست المنفصله. السيست المنفصله مختلفه شويه عن السيست المتصله، وهي تعتبر كل سوسته شكلها بيبقى كل سوسته قائمه بذاتها، وملفوفه في قماش او حاجه شبه القماش، بيطلق عليه في بعض الاحيان قماش فازلين. قماش الفازلين ده وظيفته نفس الكلام اللي موجود في السوست المتصله بتاع السوست. وظيفه السوست الصغيره بنستبدلها هنا بالقماش الفازلين، وهو منع احتكاك السوست المنفصله ببعضها البعض، لان هي سوست منفصله كل سوسته قائمه بذاتها لكن جنب بعضهم، وبالتالي لازم حاجه تمنع الاحتكاك لما الحركات المنفرده، وبالتالي بيلفوا كل سوسته بقماش من الفازلين. ميزه السوسته المنفصله عن المتصله ميزه مشهوره جدا، والميزه الاساسيه بتاعتها وهي عزل الحركات الجانبيه للشخص اللي نايم.
لما حد يتحرك جنبك، لما حد يقوم حركه يصحى في ميعاد مختلف، او تحصل حركه بنزول وزن معين على السرير، بتعزله او بتخلي الاحساس بيه اقل ما يمكن، وبالتالي اللي نومهم خفيف او اللي نومه قليل ما بينامش كويس وبيصحى من اقل حاجه، هيبقى المرتبه دي مميزه ليه قوي. الحاجه الثانيه اللي معانا وهي مستوى الدعم. السوسة المنفصله عشان كل سوسته قائمه بذاتها، فدايما كل سوسته جنب بعضها جنب بعضها جنب بعضها، اي نعم هي منفصله لكن مفيش فراغات تعتبر، او الفراغات تعتبر معدومه، وبالتالي في الفراغات اللي موجوده بين السوسته المتصله وبعضها هنا تعتبر اقل ما يمكن، وبالتالي هنا بتقدم دعم افضل لظهرك، لانك اكيد هتبقى متاكد ان اي جزء تحت ظهر حضرتك هيبقى فيه سوسته، غير السوسته المتصله اللي اتساع السوسته الكبيره المتصله، وكمان الفرق بينها وبين بعضها قد يقدم دعم اقل من السوسته المنفصله. كمان السوسته المنفصله بيقال ان هي اطرى شويه من السوسته المتصله، وبالتالي بتبقى انعم على الظهر. طبعا بناخدها هنا امتى؟ هي الانسب ان احنا ناخد السوسته المنفصله في السرير الكبير، عشان نستخدم الميزه الاساسيه وهي مستوى العزل عن الشخص اللي نايم جنبي. طيب اخدها في السرير الصغير امتى؟ اخدها في السرير الصغير لما يكون السرير الصغير مش كبير مش صغير قوي، يعني مثلا السرير الصغير 140 وبالتالي ممكن ينام عليه هنا فردين، اخدها سوسته منفصله. موجود في السوسته المنفصله ارتفاع 20 سم من شركه يانسن او انجلندر، موجود في شركه يانسن موديل اسمه بلو ماس، وما يوازيه في انجلندر موديل مارفي، الاثنين ارتفاع 20 سم. وهنا تستخدم لما تبقى المرتبه مثلا معمول سرير دورين، بنبقى محتاجين مراتب ارتفاع قليل عشان اللي نايم على السرير اللي تحت يقدر يقوم من غير ما راسه تخبط في السرير اللي فوقه، وفي نفس الوقت السرير اللي فوق ما يخبطش، اللي يقوم ما يخبطش في السقف، لان بيبقى الارتفاع قليل، بيبقى محتاجين مرتبه ارتفاع قليل. الحاجه الثانيه معانا في بيبقى سراير، بعض السراير بتبقى درج، بيتسحب الدرج والمرتبه بتبقى جوه الدرج وبتدخل في مكانه في مكان الدرج، وبالتالي الارتفاع بيبقى مظبوط جدا على 20 سم، ما ينفعش تزيد. وهنا برضو بناخد السوسته المنفصله الارتفاعات القليله، دي استخدامات للسوسته المنفصله. كمان استخدام مهم قوي للسوسته المنفصله خاصه موديل بوكيت، وهي دائما بتبقى متوسطه النعومه، بتحوز ارضاء الجميع. يعني ايه بتحوز ارضاء معظم العملاء؟ يعني في بعض الاحيان بيبقى ناس عايزه مرتبه ناشفه قوي والطرف الاخر عايز مرتبه ناعمه قوي، وهنا بنوصل لحل وسط. دايما اللي بيبقى عايز مرتبه ناشفه في معظم الاحيان المرتبه البوكيت مثلا اللي هي سوسته منفصله ما بتضايقوش، وعلى الناحيه الاخرى اللي عايز مرتبه ناعمه جدا نفس الكلام، لو نام على مرتبه بوكيت قطن سوسته منفصله في معظم الاحيان مش هتضايقه. احنا بنتكلم على موديل خصيصا وهو موديل بوكيت، لكن سوسته منفصله المعروف عنه الاعتماديه الكبيره، ومن اكثر موديلات المبيع مبيعا وشهره في شركه يانسن. السوسته المتصله والسوسته المنفصله سواء اخترت كده او اخترت كده فهما مراتب ضمان معتمد 10 اعوام، الاثنين ممتازين، الاثنين هيعيشوا معانا العمر. قد تختلف مستوى الرفاهيه شويه في السوسته المنفصله، لكن لو اخدت سوسته متصله فهي ممتازه. موضوع ان دي احسن من دي ودي احسن من دي ده كلام خاطئ تماما، الاثنين ممتازين والاثنين ان شاء الله هيعيش معاكم العمر. يا رب تكونوا استفدتم، ونراكم قريبا ان شاء الله. سلام عليكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو على صفحاتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. على اليوتيوب توكيل مراتب يانسن بدمياط، وعلى الفيسبوك توكيل مراتب يانسن دمياط.